ما غاديش نكون كنكذب عليكم اللي قلت لكم داك العام دوزتو اكفاس عام. ماشي بسبب المشاكل ديال القرايه ولا ديال الدار. السبب كان كبار من هادشي، حيت داكشي اللي عشتو داك الصيف ما يدخل العقل وما يتقبلو منطق. انا سميتي امين، فعمري 26 عام، با عسكري وديما معصب، والوالده مسكينه يلاه مكافيه مع شغال الدار ومع مشاكلي اللي كنت انا ديما مكفسها في القرايه. وواحد اختي الله يسمح ليها زادت كملاتها وجملاتها، كتجي هي الاولى في القسم، تما فين كيلقاو ليا الضربه باش يبقاو ديما يخاصموا عليا. انت كيفاش اختك كتجي هي الاولى وانت ديما المشاكل؟ يا تسقط يا يجيو يتشكاو لينا منك. يا وداك الشيء اللي كان ما مشيت داك العام وتسقطت بنقطه اللي كانت خايبه. هادشي اللي خلى الوالد يدير ليا عقوبه ويصيفطني للعروبيه. قراني كيمشيو للبحر والمخيمات، وانا على وعدي وسعدي نمشي للعروبيه. الشمس والقحط والكلاب كيتنابحوا عليا. قال لك الوالد باش نترجل شويه، يا ولا بغا يزين ليا الدعوه كيقول لي تبعد من صداع المدينه. الله يهديك الوالد شمن صداع. المهم شديت الكار لنواحي سيدي سليمان وكنصاد وغادي عند جدي كاره. وصلت عندهم للدار، استقبلني جدي وجداتي، رحبوا بيا، عطاوني بيت فين نجلس، قضيت حوايجي وطحت ناس نيشان بسبب داك الطريق اللي كنت شاد وتمارة ديالها. فداك الدوار كان دري واحد هو اللي كنت كنعرف، بحكم انه كان ساكن حدا الدار ديال جدي وكان قريب ليهم. كان سميتو عيسى. عيسى كان دريري داخل سوق راسو وظريف. السيمانه الاولى دازت مزيانه، كنفيق بكري نمشي مع جدي للسوق على واحد الكروسه جارها بغا الحشاكم، اللي من حليت عيني وانا عاقل عليه عند جدي. مسكين شراف ولا خاص هو اللي شي حد يجرب. او من بعد داك الشيء تيرجعوا للدار، تعطي جدي الكسيبه ما تاكل. وكنت في اغلب الاوقات ديالي كندوزها غا اعمال شاقه، ما بين الكوري وما بين الارض اللي جنب الواد اللي زارعين فيها شويه ديال الخضره. حتى من الوقت العيسى ما كنتش كنلقاه باش نتلاقاه ولا ندور انا وياه. واحد الليله المشؤومه اللي كانت مزموته وفيها حراره لدرجه الصاد كيخرج من الحيوط، ديك الوقيته جدي وجداتي كانوا ناعسين وكيشخروا، وانا ما بغاش يديني الناس. الجسم ديالي كله فازق بالعرق. واحد شويه وانا نسمع صوت جاي من السرجم، صوت كينادي بسميتي غير بشويه: وامان وامان وفينك واش ناستي؟ وانا نرد عليه: اشكون انت؟ هو يقول لي: واخا انا صاحب عيسى، خرج. وانا نقول ليه: انت فين غنخرج صاحبي الليل هذا؟ هو يقول لي: وانت خرج صاحبي، راه الجو ماشي ديال الدار دابا، اخرج نقول لك. ايوا ديك الساعات سلمت امري لله وخرجت لعندو، كنتسلت وكنمشي غير على طرف قدامي، حليت الباب بشويه وخرجت عنده. قال لي: اصاحبي مالك، واش ما قهركش الصاد؟ يلا نهبطوا للواد لتحت. نقول ليه: واش بعقلك ولا لا؟ قال لي: ايه يا ودي يا ولاد المدينه، واش كلكم خوافه بحال هكا ولا؟ انا من قال لي هكاك صافي شعلت فيا العافيه، ما رضيتش. قلت لي: واش صحاب منك انا الواد اللي خلعني ولا؟ راه قلت لك هكاك حيت ماشي وقيته ديال الدوران دابا والليل، هادشي علاش. ولكن يلا نديرها لقد فمك. ايوا ديك الساعات صافي مشينا هبطنا من جهه واحده اخرى، دزنا على واحد الهبطه واحده اخرى من التحت ديال الواد، بلاصه فيها غير السدره والزيتون. امين كان غادي قدامي ساكت وما كيقول حتى كلمه. وصلنا للواد لواحد البلاصه فيها غير الدفله والخيش، كان تما واحد السكات كيدخل الشك. اتا من المشاش والكلاب ديال الدوار ديك النهار كانوا ساكتين، بحال كاينه شي حاجه في الجو ماشي هي هذيك. كان كيتسمع صوت الماء اللي جاري في الواد، هو اللي كيضرب مع الحجر. مشيت جلست حدا الواد، خشيت رجليا في الماء بارد، يا سلام واحد الراحه ما كتوصفش. بقيت نشوف في النجوم والقمره اللي كان نص فيها مغطي بالسحاب. واحد شويه
شميت واحد الريحة غريبة، ريحة المسك مخلطة مع شي ريحة قديمة بحال الغمال. وسمعت واحد الصوت خفيف جاي من جهة البلاصة المظلمة اللي مور الواد. وقلت لعيسى واش سمعتي شي صوت جاي من لهيه؟ وقال لي يا عيسى خويا راسك صاحبي ما كاين والو، راه غير صوت الماء هذاك. واحد شويه ناض عيسى قال لي انا راه غنمشي نقضي حاجتي راني تزيرت، غنمشي غير لهنا مورا واحد الشجره وغنجي دابا. صافي قلت له سير. مشى. بقيت بوحدي واحد شويه وانا نسمع واحد الصوت بعيد بحال الصوت ديال جداتي، ولكن بواحد النبره غريبه بحال كتعيط ليا من تحت الارض. امان فينك وليدي؟ بقيت نقول انت كيفاش جداتي انا خليتها في الدار ناعسه، شاشي كنسمع. ايوا وانا نجمع الوقفه وبديت كنشوف من بعيد، بانت لي واحد السيده طويله لابسه تكشيطه بيضه وشعرها كحل وطويل لدرجه انه كيجري وراها فوق الماء. كانت كتمشى فوق الماء بحال كتمشى فوق زربيه. الملامح د وجهها بدات كتوضح ليا، كانت زوينه بزاف، البشره ديالها بيضه بحال الحليب، عينيها كبار ومكحلين ولكن الشوفه فيهم كانت كتخطر الدم. وصلت قدامي، وقفت على بعد واحد 2 متر، مدات لي يديها، صباعها كانوا طوال بزاف وبحال فيهم الحنه. قالت لي بصوت كيشبه صوت الريح وسط الشجر، جيت يا امين راني كنت كنتسناك. ايوا غير سمعت سميتي لحميت شوك، انت كيفاش عرفت سميتي؟ حاولت نجاوبها ولكن لساني كان مربوط في ديك اللحظه. القمره خرجت من وراء السحاب وضوات الدنيا كامله. هبطت عينيا بلا ما نشعر جيت رجليها اللي كانوا تحت التكشيطه، تما فين صافي جابت ليا التمام. التكشيطه كانت مهزوزه شويه وبانوا لي حوافر ديال عوده كحلين وصحاح كضربهم مع الصخر د الواد، كيديروا صوت كيدخل لك الطبل دونيك نيشان. الرعب اللي حسيت به ديك الساعه ما تلقى حتى في شي فيلم. تما جمد ليا الماء في ركابي ورجليا تحشوا عليا، ما بقيتش غاد نحرك ولا عضله في الجسم ديالي، بحال جاني شلل مؤقت. هي شافتني باللي عقت وتخلعت وهو وجهها يتبدل في ثانيه وحده، من بنت آية في الجمال المرأة خايبة بحال شي وحش، عينيها ولاو حمرين كي الجمرة، وضحكات واحد ضحكة خلات الطيور اللي ناعسين فوق الشجر يطيروا. بلا ما نفكر ولا نتلفت ولا ندور ورايا بديت نجري ونغوت، وكنسمع صوت الحافر مورايا تابعاني، والنفس سخونة كنحس بها ورا عنقي. كاع الشوك اللي في الطريق دخل ليا في رجليا وما حسيتش بيه كاع بقوة الخلعة. شكون بقى مفكر شي عيسى ولا شي حاجة أخرى؟ نسيت كل شيء، كنفكر غنهرب منها. وصلت للدار وانا كنهج ودخلت مفزوع لدرجة جدي وجداتي فيقسم من الناس. ناض جدي شافني في ديك الحالة وجهي صفر وشعري مشوك، وغير شافني هكاك وهو يفهم الجاري. جا عندي مسكين بدا كيرشني بالماء بارد وبدا يقرا عليا القرآن. قال لي بسم الله عليك وليدي، مالك هكايا؟ اش واقع ليك؟ ياك لاباس؟ ايوا صافي ترتاحيت شويه ورديت النفس. ايوا داك الساعات وانا نبدا نعاود ليه، بديت نعاود ليه داكشي كاع اللي وقع ليا. بقى مسكين كيتصنت ليا وهو بحال عارف اش واقع. قال لي وليدي هذيك راه ما تكون غير عيشه قنديشه، كون غير زدتي شي خطوه وحده لعندها ودابا غبرتي وما عرفنا لك اثار. ايوا الحمد لله وليدي على سلامتك، ما تعاودش تقرب لذاك الواد في الليل راه نجاك الله. ايوا داك الليله دوزت الليله كامله وانا فيا السخانه والكوابيس. لا غد ليه مشيت لقيت صاحبي عيسى اللي ما كان واقع له والو ووجهه مرتاح. قلت ليه ادويه مسخوط الوالدين خرجني في نصاصات الليل ومهبطني للواد بغيت تخرج عليا ياك. تما فين شفت عيسى التعابير ديال وجهه بحال فيهم واحد النوع ديال الاستغراب من الهضره ديالي، التعابير ديالو ما كيضحكوش وكيبان بصح بحال اللي متعجب. قال لي اخويا امين انا البارح راني ناعس بكري مع 9 الليل، اش كتقول؟ نهار كامل انا وخويا انا في تماره.
تما خويا بحال خويتي عليا شي سطال ديال الماء. قلت ليه الله صاحبي عيسى ما تزيدش تحمقني. قال لي والله ما كذبت عليك، هادشي اللي كاين. ايوا تما فين بديت نعاود ليها اش صرا ليا داك الليله، وقلت ليها ودي راه جيتي عندي في الليل وراه شنو وقع واشنو وقع. قال لي واش حمق صاحبي، الدوار كامل ما كيزعموش يهبطوا للواد نصاصات الليل، وانت هابط تعاون تما. موراها وليت كل ليله نسمع صوت حوافرها وكتعيط ليا حدا السرجم وكتقول لي مالك هربتي مني يا امين وانا باغا لك غير الخير. ايوا انا كنبقى نتكمش وكنبقى نقرا في القران حتى ما كنبقى نسمع والو. داز داك الصيف رجعت بحالي للدار، تما صافي ما بقيت نسمع والو لمده طويله. وتا دوزت واحد المده عاد قررت نعاود لمالين الدار داكشي كامل اللي وقع ليا في داك الصيف. وتم دار جدي ما بقيت رجعت ليها لحد الان، حيت كنحس باللي غير رجعت لتما يرجع لي هادشي كامل وغنولي نشوفها. وهذه هي القصه ديالي، وشكرا اللي تبع القصه ديال امين حتى التالي. وما تنساوش تدعموا الفيديو وتهلاو.